السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بسبوسة بالكريمة اللي كتجي زوينة بزاف، خفيفة وهشيشة وسهلة التحضير، بمكونات سهلة واقتصادية، أكيد موجودة في كل بيت. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هاد الوصفة من أول فيديو حتى الأخير ديالو. في المكونات غادي نحتاج كأس ديال سكر سنيدة، كاس معامرش ديال الزيت، كاس يكون معامرش ديال الحليب، عندي دانون بنكهة الفاني، جوج ديال البيضات بحرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة ديال الحامض، جوج كيسانونس ديال السميدة رقيقة ديال الحرشة، ساشي ديال الفاني وجوج ساشي ديال خميرة الحلويات. في واحد الإناء غادي نوضع جوج ديال البيضات، غادي نزيد كاس ديال سكر سنيدة وساشي ديال الفاني، شوية ديال الملح باش تقاد لينا الذوق، وغادي نبدا نحرك غير بالضرب اليدوي حتى ينسجموا ليا المكونات مزيان ويتغير ليا اللون ديال البيض مع السكر. من بعد ما تغير ليا اللون كيف ما كتشوفوا غادي نزيد كاس ديال الزيت وكاس تقريبا كما قلت لكم ما عامرش، يعني غير شي شويه على نص كاس ديال الحليب. غنحرك مزيان وغادي نزيد دانون بنكهة الفاني مع معلقه كبيره ديال القشور ديال الحامض، او ممكن انكم تعوضوه بالقشور ديال الليمون او البرتقال. غادي نحرك مزيان. من بعد غادي نبدا نضيف السميد تدريجيا. انا هاد القياس اللي عطيتكم جوج كيسان ونص راها كافيه، وانتوما على حسب المول اللي غادي يعني المول اللي غادي ديروا فيه هاد البسبوسه. غادي نزيد جوج ديال الساشيات ديال خميره الحلويات، وغادي نبدا نحرك وكنضيف السميد تدريجيا حتى نحصل على واحد الخليط اللي يكون القوام ديالو خفيف، لحقاش السميد مازال غادي تشرب لينا باقي الخليط. كيف ما غتشوفوا معايا غادي نوريكم القوام ديالها كيف داير. وغادي ناخذ واحد المول اللي غادي ندهنو يعني غادي ندهنو بشويه ديال الزبده وشويه ديال السميد، وانتوما يعني كتحكموا في المول اللي بغيتو. انا هذا هو اللي متوفر عندي كيف ما تشوفوا معايا. المول العجيب اللي فيه داك الحفيره اللي غادي نوضع فيها الكريمه، او ممكن انكم يعني تاخذوا اي مول وتوضعوا الكريمه من الفوق. غادي نكون سخنت الفرن على درجه الحراره ديال 180 درجه حتى طيب ليا من التحت، وعاد غادي نشعل عليها تحمر لي من الفوق. وغاد دابا غادي ندوزو باش نوجدو السيرو باش غادي نسقيو البسبوسه. فواحد الكاسرول غادي نضيف كاس ديال سكر سنيده وجوج كيسان ديال الماء بقياس كاس العنبه. غادي نزيد جوج ديال الشرائح ديال الحامض اللي كيعطيونا واحد النكهه زوينه لهاد السيرو، وغادي نخليه يطيب تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه على النار تكون يعني ما تكونش مجهده، تكون متوسطه. غادي نبدا نحرك حتى يذوب ليا داك السكر، ومره غادي نبقى نحركو حتى نحصل على واحد السيرو اللي يكون شويه يعني عاقد شي شويه. كيف ما كتشوفوا معايا مازال له شي شويه عاد يوجد. من الاحسن اننا نوجدوا السيرو في الوقت اللي تكون البسبوسه كطيب باش فاش تخرج مباشره نسقيوها. وهذا هو القوام ديال السيرو. بعد ما طابت ليا البسبوسه خرجتها من الفرن كيف ما كتشوفوا، ما خليتهاش تحمر بزاف. مباشره غادي نقلبها يعني فوق الاطار او الطبيص اللي غتحطوه فيها، وغادي ناخذ السيرو وغادي نبدا نسقيها
على حسب نتوما كيف باغينها، يعني ممكن تبغيوها تجي رطبة بزاف أو ممكن أنكم تسقيوها غير شوية بالنسبة للناس اللي ما تيبغيوش الحلاوة بزاف. أنا غادي نكتفي بنص الكمية ديال السيرو اللي عندي، تقريبا واحد نص كاس، باش غنسقي هاد البسبوسة اللي عندي. وانتوما كتحكموا في الكمية اللي باغيين تسقيو بها. غادي نستمر هكا وانا غنبقى نتاكد بالاصابع ديالي واش شربات مزيان السيرو حتى نكمل كامل. بالنسبه للسيرو فما جانيش انا حلو بزاف لحقاش ما وضعتش فيه السكر بزاف. بعد ما ساليت غادي ندوزو نوجدو الكريمه. في الكريمه غادي نحتاج 2 الكيسان ديال الحليب دانون بيرلي، 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، و2 معالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال الحليب غبره اختياري، وعندي 2 ساشي ديال الفاني ومعلقه كبيره ديال الزبده. عندي واحد الكاسرول غادي نوضع فيها الكميه ديال الحليب، 2 معلقات ديال المايزينا و2 معالق ديال السكر، 2 ساشيات ديال الفاني ومعلقه كبيره ديال الحليب نيدو او ممكن تستغناو عليه، غير هو كيعطينا واحد المذاق زوين للكريمه. غادي نحرك مزيان على البارد حتى يذوبوا ليا. من بعد غادي نزيد دانون محلى طبيعي محلى، ممكن تاخذوا اي نوعيه عندكم. بالنسبه للكريمه على حسب يعني على حسب المول اللي اختاريتو، ممكن انكم تضيفوا 2 الكيسان ديال الحليب او يعني حتى نص لتر، يعني 3 الكيسان ديال الحليب. وإلا درتو 3 الكيسان فاحنا غادي نديرو 3 ديال المعالق ديال السكر و3 ديال المايزينا باش الكريمه تجينا معتدله. غادي نوضعها مباشره فوق النار وغادي نبدا بالتحريك المستمر حتى تعقد ليا الكريمه كيف ما تشوفوا معايا، وتكون العافيه يعني متوسطه، ما تكونش يعني ما تكونش مجهده. كيف ما كتشوفوا القوام ديال الكريمه قرب يوجد، وهذا هو القوام ديالها. غادي نحيدها من فوق النار ومباشره غادي نوضعها فوق من البسبوسه اللي غادي تكون تشربات مزيان، يعني داك السيرو. وقبل ما غادي نديرو الكريمه فغادي نضيفوا ليها معلقه ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده من اصل حيواني باش كتعطينا واحد المذاق زوين. غادي نحرك مزيان حتى تذوب الزبده ومباشره غادي نوضع الكريمه فوق من البسبوسه، يعني نوضعوها مباشره باش ما تجمدش لينا دغيا. كيف ما كتشوفوا الكريمه راه كتجمد داغي. غادي نقادها مزيان بالسباتولا او بملعقه وهي سخونه. غادي نزينها كيف ما بغيت انا، التزيين كيبقى اختياري. انا اكتفيت بشويه ديال كاوكاو ايفيلي اللي حمرته من قبل. غادي نبدا نوضع خطوط على هذا الشكل هذا، كيجي المذاق ديالها صراحه زوين. الفاني مع يعني مع داك الحموضه ديال الحامض، القشور ديال الحامض والسيرو اللي حتى هو نستمناه بالحامض، كيجي المذاق ديالها رائع. غادي نستمر هكا تقريبا غادي يجوني واحد 4 ديال الخطوط او حتى 5. وعندي شويه ديال الورد حتى هو زينت به، كيعجبني انا نزين بالورد غير باش يفتح لينا الشوفه ديال هاد الكيك. غادي نوضعه في الوسط وانا ساليت البسبوسه كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انكم تجربوها، كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه كيف ما كتشوفوا، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد.